السلام عليكم يا أحلى وأجمل إخوات في الدنيا. حبايب قلبي، كل سنة وانتم طيبين، ورمضان يا رب سعيد علينا وعليكم، ويجي رمضان بخيره وبركته وأيامه الحلوة اللي بتكون كلها خير وبركة وسعادة. يا رب يجي رمضان علينا وعليكم على خير إن شاء الله. النهاردة مع بعض هنبدأ الفيديو. حبايب قلبي اللي لسه ما يعرفونيش، السلام عليكم حبايبي، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير، وحشتوني كتير كتير كتير. حبايب قلبي اللي لسه ما اشتركوش عندي في القناة واللي ينوروني، دي قناتي، قناة فوفينا، يوميات فوفينا. القناة بتاعتي بتتكلم على كل حاجة تهم الأسرة أو تهم المرأة، من طبخ، من فلوجات، من مشتريات، من حاجات أنا استفدت منها أو منتجات استفدت منها، ومنتجات تانية كانت بالنسبة لي يعني لما اشتريتها كانت عجباني، بس لما استخدمتها حسيت إن هي لا تصلح أو حرام يعني إن انت تحطي فيها فلوس. فبحاول إني أفيدك بأي فيديو أقدر أفيدك بيه هفيدك بيه، وإن شاء الله تنوروني. ولسه ما اشتركش في قناتي يشترك ونوروني، وما تنسوش اللايك لفوفينا حبايب قلبي. النهارده مع بعض هنشوف ايه اللي اشتريناه لرمضان، وايه الحاجات اللي جبناها مع بعض واللي هنستخدمها ان شاء الله في فيديوهاتنا اللي جايه. حبايب قلبي وحشيني كتير قوي قوي، معلش لو بتأخر عليكم. كان في عروض كتير، ومن ضمن العروض ديت طبعا دي كرتونة فول. طبعا رمضان لازم الفول، وعلشان طبعا حبيبة قلبي انا ما نسيتهاش، هعمل لكم الفول ان شاء الله في فيديو قريب جدا. هنعمل فيديو مع بعض عن الفول، وهنشوف ازاي ندمس الفول مع بعض. دي كانت كرتونة فول. جبنا ايه تاني؟ جبت خل، طبعا لازم الخل، وانا عندي خل تفاح، يعني اللي بشتريه من السوبر ماركت هنا خل تفاح، لان خل التفاح يعني بعيد عن الحاجات اللي فيها يعني شبهه او كده، اللي هو الخل بتاع الفينو او كده. هنا الخل ده طبعا، والخل ب 2 يورو ونص، بس كان في واحد بيورو 80 بس ما كانش موجود. هنا ده مخلل، ده مخلل فلفل، فجبت كده مخلل فلفل، خيار. طبعا احنا عاملين فلفل وعملت لكم قبل كده الخيار مع بعض، ارجعوا الفيديوهات بتاعت كده معايا هتشوفوا المخلل، طريقة المخلل بتاعت الفلفل وطريقة المخلل بتاعت الخيار، وعاملينها بطريقة حلوة قوي قوي. ده فلفل برضو. فجبت 4 أنواع من المخلات أو 4 برطمانات من المخلل. طبعا للسحور جبت بلوبيف، وجبنا بقى ايه تاني؟ جبنا طحينة. طبعا إذا في فول يبقى لازم يكون في طحينة، علشان هعمل لكم الفول، وهعمل لكم ازاي حتى الطريقه اللي تقدري تعملي بيها. طبعا الفول كلنا كمصريين عارفين ان الفول بنعمله بكذا طريقه، يعني ممكن نعمله بالصلصه، ممكن نعمله بالصدق، ممكن نعمله بالطحينه، ممكن نعمله بالخل والثومه، ممكن نعمله بكذا طريقه بتكون حلوه قوي. مش بس ناكله ساده، ممكن ناكله بالليمون والكمون وبيبقى طعمه تحفه. ده لانشون. طبعا الفريك، لان لازم هنستخدم الفريك في الاكل بتاعنا، هيكون في فريك اكيد، هنحشي حاجه، نحشي فراخ، نحشي بط، نحشي حمام، اي حاجه. فطبعا الفريك مش هنستغنى عنه برده في الاكلات بتاعت رمضان. وده الرز بسمتي، فجبت كيس، هو كان بيورو ونص تقريبا عليه عرض، فجبت كيس رز بسمتي. وجبت عجوه، العجوة دي معجون التمر، وهقول لكم منين كمان. بصراحة المنتجات بتاعتهم حلوة قوي. ده تمور تونسية، ده من تونس زي ما انتم شايفين كده، فحلوة قوي قوي بصراحة. بيبقى نضيف جدا يعني معمول بطريقة حلوة، لأن جربت قبل كده أنواع تانية، يمكن كمان كنت في مصر جربت أنواع تانية من التمور، وكان فيها نوع زي الرملة كده، مش نضيفة. بصراحة التمور بتاعتهم بتكون أنواع حلوة وجيدة يعني، بتقدري إن انت تستخدميها على طول. غير كده لو انت شاكة في أي حاجة بتجيبي البلح الطري
واللي هو اللي بيبقى زي العجوه، وبتفرميه في الخلاط. وقبل كده عملناه مع بعض لما عملنا الكحك مع بعض. وده عسل طبعا، ايه اولادي بيحبوا قوي العسل والطحينه مع الفطير. وده كمان لانشون، هو في واحد لانشون حار، لا ده لانشون بالزيتون، وده لانشون عادي اهو. دول نوعين من اللانشون. ايه تاني معانا؟ هنا كنا جبنا كيسين من الرز، ودول العسل زي ما قلنا اهو، والطحينه هنا. كده هحط لكم الحاجات بحيث ان انتم ايه شوفوها. طبعا الحاجات ديت انت بتجيبي استهلاكك يعني على حسب، لو ناس يعني عندك مرتب او انتم بتجيبوا لو انتوا بتجيبوا الاستخدام بتاعكم او المستلزمات بتاعكم او الحاجات اللي انت بتحتاجيها في المطبخ او في البيت بالشهر، بتاخدي المصروف بتاع الشهر وبتكتبي طبعا ايه اللي انت هتحتاجيه وهتعمليه طول الشهر. بتلاقي طبعا خصومات او كده بتجيبي، لان الخصومات دي بتعتبر وفر ليكي، بحيث ان انت مثلا ممكن يكون سعر حاجتين او 3 حاجات بسعر حاجه او حاجتين، فبتقولي اجيب واخليها لان كده كده هستخدمها. ما بجيبش الحاجات اللي هي مش هستخدمها واقول هجيب منها كتير، لا، هجيب الحاجات اللي انا بستخدمها ممكن اجيب منها حاجه. يعني الشاي انا جبت باكو، انا عندي هنا لا جبت باكوين، وانا عندي هنا نص باكو غير الموجود في العلبه يعني بتاعت الشاي. قلت اجيب طبعا لازم الشاي والشاي بلبن، الحاجات دي كلها احنا ايه طبعا ورمضان فهتيجي تتسحري وكده، فهيكون من احتياجاتك يعني في رمضان. من الحاجات بقى الحلوه كمان جبت سمنه، والسمنه برده دي كان عليها عرض، دي نص كيلو ب5 يورو، ب4 يورو 99 يعني 5 يورو نص كيلو سمنه. السمنه دي حلوه قوي قوي، برده جربتها قبل كده، النوع ده حلوه قوي عجبتني بصراحه، فجبت منها تاني، دي نص كيلو. وانا عندي زبده اهو، باكل الشاي التاني اهو، شاي العروسه، عشان احنا عاملين برده ايه مع المقاطعه احنا اي نعم احنا في ايطاليا بس برده مع المقاطعه. هنا دي كنافه، طبعا كنافه ما فيش غنى عنها في رمضان، دي كنافه يونانيه، دي نص كيلو، فاخدت النص كيلو الكنافه. ودي سمبوسه اهي، عجينه السمبوسه، فالاثنين دول اخدتهم مع بعض بسي ايرو يعني 6 ايرو طبعا ايه هو كان عامل عليهم عرض. ايه تاني معانا؟ السحلب، كان عاملين ال5 سحلب ب5 يورو، يعني الواحد يقف بيورو. بنتي جابت لي سحلب والله من مصر، ده سحلب حبوبه، انا جربته قبل كده برده حلو قوي، هو وحلو الشام من الانواع الحلوه قوي قوي اللي تجيبيها يعني انت مغمضه. ده حبوبه ده حلو وطعمه كويس جدا. دول كانوا الخمسه سحلب ب5 يورو. تمام. طبعا ده العصبان او الممبار، وريت لكم قبل كده وانا بعمله هو بيتباع ازاي. انا قلت لكم قبل كده ان هو بيتباع مجفف اهو، زي ما انت شايفه كده بيتباع مجفف تحت الملح، وانت طبعا بتغسليه، هو بيكون نضيف جدا بصراحه، بتغسليه وبتغسليه طبعا بالخل والملح وكده، وبتستخدميه حلو جدا جدا جدا، ومن الانواع فعلا النضيفه، بجد حلو وبيعجبني يعني. ايه تاني معانا هنا اهو؟ فلفل اسمر، لان الفلفل الاسمر اللي عندي خلص، فجبت كيس فلفل اسمر. هجيب تاني طبعا لان ده يعني ده 100 جرام، مش هيكفيني، بس مش هيكفيني طول رمضان يعني. وبعد كده ايه تاني اللي جبناه؟ ده فحم، طبعا بقى لزوم البخور والحاجات ديت اهي. طبعا البخور والروائح الحلوه دي في رمضان بتبقى حلوه قوي، بتدي جو جميل جدا. ده ملبل تركي، هو احنا ملناش عنده غير نوع واحد، فجبت النوع ده حلو قوي برده، وكان عليه عرض، هقول لكم العرض بتاعه كام بالظبط. بسم الله، احط لكم كده، مش عارفه احطه. الملبل كان
الملبن ب2 يورو وتركي وحلو قوي قوي، يعني اللي هيجربه بجد هيعجبه. وطبعا احنا عارفين رمضان بيجي بخيره وبرزقه، ربنا يرزق الجميع ان شاء الله، وربنا يرزقنا ويرزقكم ويكون شهر خير علينا. دول فطرتين اهم، الفطرية تقريبا ب2 يورو، ب2 يورو ونص، تقريبا 2 يورو ونص، دول 5 يورو. وده فول مدشوش، طبعا ده لزوم البصاره والفول والحاجات دي، هنشوف مع بعض هنعمل بيه ايه. وده تمر، بصراحه هو فتحه قدامنا ودوقنا منه تحفه تحفه تحفه. الحبايه كبيره، البلحيه كبيره، هفتحها برده معاكم اوريه لكم. البلحيه كبيره وحلوه قوي قوي. بلحيه حلوه بجد، يعني من البلح نضيفه وكبيره. فجبنا الاثنين، والاثنين برضو كان عامل عليهم عرض. بصوا بصوا شايفين يكون بلحيه كده، بلحيه حلوه يعني، بلحيه كويسه يعني، كبيره وحلوه جدا وطريه. وده البلح زي ما وريته لكم. فجبت اثنين، الاثنين ب5 يورو، كان عامل عليهم عرض برضو. وهنا ده فول اهو عشان ندمسه. بصراحه كنت بدور على فول حبايه تكون فاتحه عن كده، بس هو نوع واحد اللي موجود فاسمه العربيه اهو. فجبت منه 3 اكياس، الكيس 400 جرام. فهنشوف مع بعض هنعمله ازاي، هنعمله مع بعض وهنعمله في فيديو ان شاء الله، انتظروه معايا. وده سمسم اهو، سمسم طبعا بقى للكحك، للانواع من البسكوتات، اللي هنعمل برضو طحينه وهنشوف هنعملها ازاي. وتستنوا الفيديوهات الحلوه، ورمضان ان شاء الله جايب معاكم فيديوهات حلوه قوي قوي، انتظروني. ده عناب او كركديه زي ما بنقول. بصوا هنفتح مع بعض اهو، شايفين طريقه التغليف حلو جدا جدا. برضو كان عامل عليه عرض، هنشوف كل العروض وهقرا لكم العروض واصور لكم العروض اللي هو عاملها. ودي صوبيا برضو نفس الحكايه اهو. دي الوزن بتاعهم 700 جرام، 750 جرام. طبعا حلو جدا جدا الوزن والحاجات دي. طبعا لزوم رمضان، يعني رمضان ما ينفعش غير بالبلح وقمر الدين والصوبيا والحاجات الحلوه دي. كان كمان عامل عرض على الكريم كراميل والجيلي. طبعا الكريم كراميل والجيلي من الحاجات الحلويات اللي نقدر نعملها كمان بالليل في رمضان، غير طبعا الكنافه والقطايف والحاجات بتاعتنا الحلوه دي. برضو بتحبي تعملي حبه حاجات من دي كنوع من التغيير، ما هو مش كل يوم هنعمل كنافه وقطايف. فبرضو دول كانوا ال8 عليهم عرض، كانوا ال8 بحوالي 4 يورو، ال8 بواكي. ايه تاني معانا؟ بسم الله. والعصاير طبعا عصير دوت فراجيلو، وده دومتي اهو، كلها طبعا منتجات مصريه. والجوافه والمانجو، طبعا دي العصاير اللي احنا بنحبها. وطبعا جوافه تاني. العصاير ديت برضو كان عليها عرض، هقول لكم بكام بالظبط. دول 5 عصير ما بين جوافه وتفاح ومانجا. ايه تاني معانا؟ طبعا معانا مجمدات، لازم علشان رمضان لازم يكون معانا مجمدات. ايه مجمدات؟ باميه. فدي باميه زيرو، اوعي تجيبي الباميه اللي هي الكبيره، ما تحبي تجيبي هاتي الباميه الزيرو، لان الكبيره دي تبقى اكترها شيخه
يعني بتكون جامده كده وتكون بايظه من جوه، مش لذيذه في الاكل. دي 2 من الباميه الاتنين دول كانوا ب3 يورو علشان دي زيرو طبعا. وقمر الدين اهو، كل سنه وانتم طيبين. ايه تاني معانا كمان مجمدات يا سفينه، معانا فلافل ومعانا ورق عنب. طبعا لازم هنعمل محشي في رمضان، فالمحشي لازم هيبقى فيه ورق عنب. ملوخيه، والملوخيه مفيش غنى عنها مع الفراخ والبط والارانب والحاجات دي. فملوخيه، ليه هتعملي ملوخيه ايه في رمضان؟ اكتبوا لي في الكومنتات هتعملوا لي ملوخيه. وده قلقاس بيبقى جواه طبعا الكيس الصغير بتاع الخضره بتاعتي. دي الحاجات اللي انا جبتها. طبعا ملوخيه ناشفه هنعمل بيها بصاره، هنعمل بيها ملوخيه، يعني هتنفعنا بقى. دي الحاجات اللي انا جبتها النهارده. جبت كمان معايا جهاز هوريه لكم ثانيه واحده. وجبت كمان معايا الجهاز ده عباره عن توستر للساندوتشات. هينفعنا كتير في رمضان في السحور. لان طبعا في السحور هنعمل ساندوتشات بيدينا حاجات كده، فهينفعنا قوي وهيدينا ايه بعد تاني للساندوتش. دي بقى كانت اختي حبيبتي بعتتها لي علشان رمضان، كل سنه وانتم طيبين. والحاجات بقى بتاعت الفوانيس ديت وبتاعت جنى رمضان والحاجات الحلوه دي. كل سنه وانتم طيبين ويا رب يعيدوا علينا وعليكم بخير. هنقول بقى مع بعض. هنا كانوا عاملين الفرخه الكيلو ب 380، يعني 3 يورو 80 سنتزمي. الفراخ الصغيره عاملينها ب3 يورو برضو 35 سنتزمي. الكيلو من وراك الفراخ ب3 يورو 35 سنتزمي. لحمه بالعظم الكيلو ب6 يورو ونص. الكيلو من الكيلو من الكبده والقلوب والكلاوي ب4 يورو ونص. كيلو من صدور الفراخ ب7 يورو 90. بس انا هحط لكم العرض كله في اخر الفيديو دلوقتي، وهتشوفوا ايه الحاجات والعروض اللي عاملينها، وعلى طول بيكون في عروض. واهم حاجه لو في اي شكوى، دي الاسعار اللي موجوده في العرض علشان رمضان. لو في اي شكوى لصاحب المحل الرقم اللي هو فيه، انا هقول لكم الرقم بالكامل: 33 96 88 54 26. ده رقم صاحب المحلات دي. لو في اي شكوى تقدروا تتصلوا عليه وتقولوا له ايه الشكوى بتاعتكم. لو حد رفض ان هو يبيع لكم بالعروض ديت، او لو حد زود عليكم في الاسعار دي، او لو في شكوى من المنتج نفسه، تقدروا تكلموه او تتواصلوا معاه على النت. في كذا رقم، وطبعا في عناوين المحلات بتاعته وكل الحاجات اللي عنده. بصراحه عروض حلوه قوي قوي وعروض مميزه. والمحل بصراحه الناس اللي فيه بتتعامل بمنتهى الشياكه وبتتعامل كويس قوي. خلينا ناخد العروض واصورها لكم عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. انا طبعا اول ما جيت من بره حبيت اعمل لكم الفيديو بسرعه علشان اقدر اشيل الحاجات وعشان تشاركوني ونبقوا عارفين ايه الحاجات اللي جبناها واشتريناها مع بعض، وايه الحاجات اللي انت ممكن تكوني محتاجاها في يومك او في رمضان. كل سنه وانتم طيبين، او في تلاجتك يعني، او في بيتك تقدري توفري الحاجات ديت. حاجات بسيطه وحاجات هتنفعك طول الشهر. وزي ما قلت لكم هوريكم العروض لو يهمكم او موجودين في ميلانو. ولو انت في اي مكان في العالم تقدري توفري وتدبري. شوفي العروض وهاتي. وطبعا هو فتح فرع جديد في كومو. الناس اللي ساكنه في كومو تقدر ان هي تروح. دي ارقام التليفونات للشكاوي وللاستعلام لو عايزه تعرفي. برضو عنده الخضار اسعاره حلوه كتير
زي ما انتم شايفين هو هنا كاتبه ب3 ايرو 48، بس انا اخدت العرض الاتنين مع بعض كانوا ب6 ايرو. ده صاحب المحل نفسه اللي عمل العرض ده. الفول الواحد بايرو ماشي، والهارفست ب99. وزي ما انتم شايفين كرتونة البيض ب5 ايرو، فيها 30 واحدة. جبنة الطحينة اهي الأربعة ب5 ايرو. الحمص والحاجات ديت للبابا غنوج ب3 ايرو الاتنين. طبعا زي ما انتم شايفين العروض حلوة قوي قوي بصراحة، عروض ما تتفوتش، وخصوصا علشان رمضان اهي. زي ما انتم شايفين العسل الاتنين ب2 ايرو 49. زي ما انتم شايفين كده عروض حلوة جدا جدا ومميزة. طبعا عنده بقى فلافل، عسل، كل الحاجات اللي تخصك او اللي تحتاجيها، وخصوصا كمان في الايام العادية يعني طبعا، وخصوصا كمان في رمضان. ففي حاجات حلوة قوي قوي بصراحة، انا عجبني وعجبتني العروض. وطبعا اهو زي ما انتم شايفين حتى البطاطين، عنده بطاطين حلوة جدا. البطانية والله انا ما شفتهاش، تعرفي لو انا شفت بطانية سوبر لوكس ب20 يورو، وبطانية تانية ب45. ودي الشنط، ده مجموعة شنط التلاتة ب85 يورو 84 يورو 99. ودي سجادة صلاة للناس طبعا اللي ما عندهمش سجادة صلاة، هي متوفرة في عند محلات عرفة، متوفر سجادات صلاة والبراد المغربي وكوبايات الشاي المغربية. ودي العناوين اهي زي ما انتم شايفين، دي العناوين بتاعة المكان. في اكتر طبعا من فرع له، وكل الفروع متوفر فيها العرض ده، متوفر في كل الفروع بمناسبة رمضان وبمناسبة افتتاح الفرع بتاعه. واقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وسعيد علينا وعليكم. باي باي. وانتم طيبين ورمضان سعيد علينا وعليكم كلكم. باي باي.